مساء الخير. لو قلت لك لعيب مصري قدر ان هو يكسب 4 دوري ابطال اوروبا هتفتكرني مجنون ولا هتصدق؟ طب بلاش، لو قلت لك نسخه اللعيب ده كانت اشبه بنسخه كريم بنزيما سنه 2022 هتصدق برضه ولا تقول مجنون؟ لا ابنك مجنون يا حاج. تابع معايا وانت تصدق. في البدايه لو اول مره تيجي قناتنا اتمنى يعني السبسكرايب واللايك الحلوين. البداية من 22 مارس 1908 اتولد الطفل عمرو وجدي في مدينة بيلا اللي موجودة في كفر الشيخ. كبر الطفل ده وبقى شاب لطيف كده وبقى في مدرسة كورة مع الكابتن حسام غالي. لو تعرفوا بالتأكيد تعرفوا. 4 سنين مع بعض في خط الوسط لفريق بيلا اللي أنا قلت لك عليه في مدينة كفر الشيخ. 4 سنين لغاية ما غالي راح النادي الأهلي وساب عمرو في نص الملعب مع نفسه. بس كان في مشكلة، عمرو كان ضعيف السمع جدا لدرجة إن أنت عشان تشوفه حتى مع الفريق كان صعب. مش هقول لك منتخب مصر للصم، مع الفريق بس. من 2005 2006 لغايه 11 سنه بعد كده وهو في الدرجه الثانيه في المظالم مع بيلا، مشاركه ورا مشاركه، موسم ورا موسم، قدر ان هو يلفت نظر الانديه اللي موجوده عندنا في الدلتا، فرق زي المنصوره وزي بلديه المحله، قدر ان هو يلفت نظرهم والاخبار بدات ان هي تنتشر لربط الاسمين مع بعض لغايه 2012 وتصفيات كاس العالم، كاس العالم للصم عشان لو انت اتلخبطت. وهوب انفجار في الاهداف الحاسمه مع المنتخب يا معلم، وتوصل مصر لكاس العالم للصم اللي موجوده في تركيا. منهم حتى في كاس العالم لو حد يفتكر او حد قرا كان سجل في منتخب المانيا. المهم عدى المجموعات وعدى ربع النهائي وفي نص النهائي قدام اوكرانيا، ووصلوا كمان النهائي بركلات الترجيح. النهائي كان قدام تركيا ولكن تركيا كسبت 1-0. انت متخيل معايا الرحله منين؟ من المظالم لنهائي كاس العالم دلوقتي اللي فيما بعد كمان شوف ان هو بيتصارع عليه كبار انديه اوروبا للصمد، عرض ورا عرض من فريق اسباني ومن فريق يوناني ومن فريق تركي، ولكنه في الاخر اختار باوك اثينا اليوناني. دلوقتي هو عنده 34 سنه. خد بالك كل ده وهو عنده مشكله، ومشكله صعبه لو انت يعني بتلعب كوره وفاهم. مشكله بتخليه يبذل 120% من مجهوده الذهني والعضلي في الملعب. دلوقتي احنا في 2014 في دوري ابطال اوروبا في صربيا. نختصر الوقت، باوك يكسب البطوله دي ويرجع في 2015 وبرضه يكسب البطوله دي، لكن في 2016 يخسر في نص النهائي عمرو مع فريقه باوك اثينا اللي احنا اتكلمنا عنه. هل في 2017 الوضع هيختلف؟ 2017 يعني عنده 37 سنه، و2017 بالتحديد كانت في بلد فريق في اليونان. المهم تبدا البطوله ويبدا باوك يعور الفرق كالعاده، نعدي المجموعات ودور الثمانيه ونص النهائي ونوصل للنهائي قدام نادي اسطنبول التركي. وعلى غير العاده اسطنبول بيكسب 2-0 في الشوط الاول بس، ويبدا الشوط الثاني عشان تبدا رحله الريمونتادا يا معلم. باوك يسجل هدف في اول الشوط الثاني ويقدر ان هو يخلص الفار. كده النتيجه 2-1. شكلها فما حاجه ما نعرفش صح؟ هي اللي في بالك. وهوب في الدقيقة 74 قدر عمرو وجدي ان هو يسجل جول من الرأسية في مرمى الفريق التركي. كده النتيجة 2-2. نوصل لاخر الماتش في الدقيقة 90 الحكم يضيف 3 دقايق وقت محتسب بدل الضايع، تيجي ركنية في الدقيقة 92 وبرضه عمرو وجدي يحطها جول ويكسب فريقه ويكسب دوري ابطال اوروبا لثالث مرة في تاريخه. الله يا فتى الله. ده كان اقوى نهائي للصم في التاريخ على طريقه راموس في اتلتيكو في 2014. تخلص البطوله وعمرو عنده 37 سنه زي ما انت فاكر، ويجي له عرض في نادي بكرمي في الدرجه الثالثه في الدوري اليوناني. راح ونجح باسهاماته انه يخلي الفريق في الدرجه الثالثه ما يهبطش. وفي هنا بس معلومه حابب ان انا اقول لك عليها، وهي ان هو عادي جدا وهو بيلعب في نادي بكرمي لما نادي باوك اثينا في دوري ابطال اوروبا يطلبه او يدعوه ان هو يلعب في البطوله عادي جدا ممكن يروح، عشان ما فيش لعيبه صم كتير حوالين العالم فبينقوا المواهب بالطريقه دي، وده مفتوح لهم المجال مش زي ما عندنا يعني. وبالفعل في دوري الابطال اللي بعديه تجي له الدعوه يروح برضه مع نادي باوك اثينا ويشارك في 2018. المره دي القدر ليه حكمته في حاجه، ان هو عدى من المجموعات بفارق اهداف عن الفريق اللي قبليه. يعني هو كان مركز ثاني في المجموعه بتاعته، قدر ان هو يعدي بفارق اهداف بس عن الثالث، وبعدها يعدي من تورينو بالسبعه في دور الثمانيه، وبعد كده في نص النهائي يعدي ب 2-0 من فريق باريس الفرنسي، وفي النهائي يكسب فريق انجليزي اسمه تانكاستر 2-0 علشان عمرو يكمل الاربعه دوري ابطال اوروبا اللي انا قلت لك عليهم ويتحول لايقونه في الاصرار والتحدي حول العالم. في النهايه بفكرك باللايك والشير والسبسكرايب في قناتنا المحترمه يعني، وشكرا للمتابعه واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.